اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله يا رب. النهارده هنعمل معاكم بقى ايه؟ شوية محشي كرنب. ده هنا كنت سبكت القوطة اهي، وبقى غسلت الرز وكده. ده بالليل بقى. ماشي، انا بحب اعمل محشي الكرنب بالليل. احب الفه بالليل. اي محشي تاني ما بعملوش بالليل. لا، ورق العنب. لا استغفر الله العظيم يا رب. ورق العنب بحب اعمله برضو ايه، من قبلها بيوم يعني بالليل وكده، عشان زي ما انتوا عارفين يا حبايبي بياخد وقت وكده يعني. انا كنت حاطين ايه بقى، حطيت القوطه كده خلاص، وده كيلو ربع من الرز. حطيت الملح ومعلقه كزبره وتوابل البهارات، قصدي المحشي. وحطيت الكزبره والملح، هنحط حبه فلفل بس كده وحبه شطه، للي عايز شطه واللي مش عايز ما يحطش. هنقلبهم تقليبه حلوه كده. رحت السوق ولقيت الكرنب بقى ايه، حلو يعني، مش غالي، لا كويس. رخصت شوية. أنا جايباها بكام؟ جبتها ب12 جنيه، بس كرومباية حلوة كبيرة يعني. والخضرة برضو حلوة بجنيه هي بس. لكن الرز بقى السايب جايباه ب35 جنيه الكيلو. أنا هنا حبايب ايه، بحب أقلب القوطة مع الرز مع التوابل الأول، تقليبة حلوة كده. وبعد كده بحب أحط ايه، الخضرة. أنا بحب أحط خضرة كتير يعني، شبت بقدونس وكزبرة. من الكزبرة بحب أحط 3 حزم يعني وكده. فهي على الأقل رخيصة شوية هي برضو. هنحطهم كلهم، أو احتمال أحطهم أو ما أحطهم. لا أحطهم، لا حطيتهم صحيح، لا حطيتهم. أنا كنت عاملة الخضرة بتاعت السبانخ، عشان كنت هعمل سبانخ وكده، جايبة السبانخ يعني. قلبتهم تقليبة حلوة، وخرجت بره بقى في الصالة وكده. قلت اما اقعد انا ايه بقى بالليل كده، مكانش في حد بصراحة موجود معايا. كده خلاص لفيتها كلها الحمد لله. بس بصراحة ظهري بيوجعني يعني، أنا بطيئة شوية في اللف المحشي. والله مش سريعة. ده يمكن الكرنب شوية، ده لا. ده لا، ورق العنب بطول فيه، بقعد شوية، بغيب شوية بصراحة. أنا هبقوا بقى حبة الرز دول، هنحطهم في طبق كده وأعينهم في التلاجة. علشان ايه بقى، هنعمل بيهم شوية فلفل وكده. أنا كنت جايبة كيلو من اللحمة. يعني اللحمة بقى غالية وحاجة. ما احنا ما بنح... احنا عشان احنا من الصعيد يا جماعة بقى ايه. جوزي وولادي ما بيحبوش الفراخ كتير يعني، الفراخ البيضة دي. بضطر اجيب ايه، ما هي على فكرة يعني تمنها ما فيش فرق كبير يعني، كتير يعني. الفرختين جبتهم ب320 جنيه مرة، والله الفرخة ب160 جنيه، واللحمة ب400 جنيه يعني. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. الحاجة غالية بصراحة، ولسه ما جبناش حاجة رمضان، والله لغاية دلوقتي ما جبناش أي حاجة. عايزين نجيب توابل، وعايزين نجيب شوية مكرونة وشوية شوية حاجات كده يعني، الأساسيات. جبنا شوية بصل نشيلهم برضو. والله البصل اللي غالي ده الواحد مش عارف يعمل ايه بصراحة. بس أملنا في ربنا كبير، إن شاء الله الحاجة هتنزل شوية يا رب. هنا كنت طلعت الريمة بتاعتها، وكنت بعمل ايه بقى، ايه بصلاية كده وأربع حبات من القوطة ضربتهم في الخلاط. علشان ايه، هنعمل سبانخ، هناكل سبانخ. بصراحة كان نفسي في رغيف عيش شمسي. بحب العيش الشمسي قوي، متعودة عليه بقى، كنت في البلد وكده. بعشق العيش الشمسي، بموت فيه، بالذات في الملوخية بقى والويكة والحاجات دي والسبانخ. يا رب. هنا بقى كنت طلعت ايه الريمة بتاعتها كلها، وهنحط الايه هم حبة الحبهان دول عندي من رمضان اللي فات، بس محافظة عليهم بصراحة، وحديتين وحديتين.
يا رب. ما هوش ورق لورا بس، ما باحطش أكتر من كده. ما فيش ماسورة بقى، زعلانة عشان إيه، الماسورة بتعمل شوربة عشان المحشي بصراحة، ما لقيتش ماسورة، ما عندوش. يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا كنت قطعت السبانخ وبحط معاها حزمة شبت وحزمة كزبرة، أو ساعات بحط حزمتين كزبرة بس ما بحط الشبت، على حسب يعني. يا رب الأكل بتاعي يعجبكم النهاردة. يا رب اللي يتفرج على الفيديو يا حبايبي، عشان خاطري عشان خاطري يعمل لنا لايك كده ويشترك في القناة عشان القناة تكبر شوية، يعني قليلين خالص. الحمد لله، وأملي في ربنا كبير برضو إن شاء الله القناة تكبر بإذن الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله يا رب، والله بدعي ليل ونهار إنها تكبر شوية. قلت اخد معلقة رز بقى ايه بدل ما اغسل حبة رز عاد، لا ما هو مش هتفرق يعني. حبة رز من الرز المحشي ده بتحط في السبانخ، احنا بنحط رز يا حبيبي، انا ما اعرفش انتوا بتحطوا ولا لا. لازم حبة الرز دول معلقة كده ولا حاجة، علشان احنا عندنا في البلد كده بصراحة بنحط يعني، لازم نحط في السبانخ حبة رز. وكنت غسلت الفلفل، لا لسه ما اتغسلش، قطعت حبة فلفل نضفتهم قصدي، وكنت جايبة ملوخية وغسلتها وحطها في ايه، اروح انشفها على الفوطه يعني، عشان دلوقتي طبعا مش حدش بيقدر يشغل المروحه، فانا بحطها وانشفها ايه على الفوطه. الفوطه تكون نظيفه كده، مخصصه يعني للملوخيه للقلقاس للحاجات دي. وماشي يكون نظيف عندك، مش لازم فوطه. إيه لو حتتين ملايات سرير خلاص، الملاية مثلا ما لهاش لازمه وكده، فبقطعها شقها نصين كده وتتغسل وتتنضف وبعملها ايه، بحط عليها السبانخ، اقطع عليها احط الملوخيه تتنشف كده. انت كنت حاطين بقى شوية شوربة، انا كده خلاص كده طلعت المحشي اهو من التلاجة وحطيت عليه شوربة، شوية شوربة من هنا ومن هنا، وحطيت على الفلفل برضو. بس هيطلعوا يا جماعة حبة محشي تحفة بصراحة، وريحته كانت مالية البيت الشقة. يا رب. كل بقى نخلص الأكل ونخلص الحاجة دي، والله يعني بعد ما نخلص الأكل والحاجة مش ما سيبش المواعين، لا 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 لا، اغسلها كله ما نخلص الغدا وعلى طول كله يتغسل، والبوتاجاز يتنضف وكله. بنتي تقول لي خليكي يا ماما، اقول لها لا يا ماما ما خلينيش الصبح، انا لو جيت قعدت بره دلوقتي ايه هكسل خلاص، لا خليني وانا سخنه كده. يعني بصراحه النفسيه يعني كده، انا نفسيتي بتتعب لو البوتاجاز بات كده يعني، ما اصل احنا بنتغدى متاخر يا جماعه، يعني الغدا بتاعنا ده كان الساعه كام، حوالي الساعه 9 10 بالليل. موعدنا كده بقى، ظروفنا يعني ظروف الشغل بتاع جوزي وكده. نحط حبة كزبرة، احنا بنحب نحط كزبرة يعني ايه، في التومة وفي الشوربة، بنحب الكزبرة اوي في الملوخية. وادي اهو كنت خرطتها. انا ما بشيلش ملوخية فرنزها في الفريزر يعني، بصراحة الملوخية بتاعت الصيف دي انا شلتها بصراحة قبل كده وعملتها، فكانت مسودة بصراحة، بس ما اعرفش ليه سودت. طبعا ما بتبقاش زي الصبحة دي، فما بشيلش. وبعدين الملوخية يا حبايبي بقت دلوقتي موجودة في الشتاء وفي الصيف، انا كنت جايباها على 20 جنيه، ده كيلو الا ربع، يعني يا دوب مش مكملين 15 جنيه، كانت ب20 جنيه النهاردة. وحطيت لها مرقة ماجي، انا بحب الماجي يعني على حسب، والشوربة تغني يعني، بس برضو ايه بحب احط لها واحدة. يا الله. بصراحة المحشي حلو في الشتاء، بالذات المحشي الكرنب يعني. والبط هينزل خلاص بس مش دلوقتي. وبرضو هنا حطيت حبة كزبرة في التوم،
وده اهو عندي اللي في ما بيحبش السبانخ، انا بضطر اجيب ملوخية ليه؟ علشان عندي ما بياكلوش السبانخ، في ناس تاكلها وفي ناس ما تاكلهاش، فبضطر بقى. طب ما هو مش هينفع، طب ما لازم اعمل حاجتين، ما هو لازم هيغمس ايه مثلا لو عيش عشان ده محشي لازم فالطبيخ ده هيتغمس بعيش عشان ولادي ما بيحبوش ياكلوا المحشي كده. ما اعرفش نعمل المحشي احنا يعني كده نعمل محشي بس وياكلوه، لا لازم جنبه فراخ يا اما جنبه طبيخ وجنبه لحمه اي حاجه. انا بحبه، اديني طبق محشي بس كده اتغدى، خلاص اتغديت. انا الحمد لله اي حاجه، انا باكل اي حاجه بصراحه يعني ما بقولش لا. مره جارتي تحت جابت لي طبق محشي، كلته خلاص شبعت كده الحمد لله. وهنا برضو والله انا يعني يا كلت نص رغيف مع المحشي ده يا ما كلتش، لكن هما بيحبوا يغمسوا وياكلوا محشي. هنا خلاص اهو بص الملوخية، ايه ده صبحي كابر يا جدعان، هو صبحي كابر، هي ملوخية صبحي كابر اهي. خلاص كده غلو يا دوبك غلوتين، علشان الملوخية زي ما قلت قبل كده يعني ايه ما تحبش الغلو كتير، ما تتغليش كتير يعني، علشان ايه ما تسقطش منك. لو غليت كتير اولا تسود وثانيا هتسقط. فهم يا دوبك غلوتين بس عشان التومة تستوي كده، وهطفي خلاص اهو بس كده اهو طفيت شايفين. بس بس كده على رأي ابني لما كان صغير، بس كده. ادي المحشي اهو ريحته وطعمه تحفة. انا اكلت فيه صراحة، اكلت محشي كتير يعني ما اكلتش طبيخ. بصوا الواحدة بوحدتها والله، بظبط له المية كويس وكده. طالما ظبطت المية في المحشي بالذات يعني ما يعني يا دوبك على الوش كده. وادي الفلفل هنا كان استوى اهو. وادي السبانخ بصوا ازاي نطرت الإقدام بتاعها، نطرته لفوق يعني نطرت الإقدام يعني السمنة بتاعتها طلعت لفوق. يا رب يا حبايبي الفيديو بتاعي يعجبكم إن شاء الله، وتشتركوا في القناة بقى. يا رب يا رب، أملي في ربنا كبير يا حبايبي. لايك يا حبايبي بقى عشان خاطري، لايك وعشان الفيديو يعلى شوية، لايك والاشتراك يا رب. وادي الأكل بتاعنا، تتفضلوا يا حبايبي كلوا معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.